منتخب المغرب عريس كأس العرب وبطلها، والأردن شرف جمهوره وعمل اللي عليه في النهائي. ازاي ابو الكباتن نهائي كأس العرب بقى نهائي مونديالي بكل المقاييس، استاد لوسيل وبذكريات كبيرة. منتخب المغرب ضد الأردن في النهائي، نهائي ابو الكباتن النار بيثبت ان كأس العرب بطولة تقيلة جدا ومش عادية، بطولة تاريخية وبطلها المغرب عن استحقاق. اما عن الأردن فتسمح لي ان اقول لك هو البطل الغير متوج، لانه قدم للعالم كله كورة جميلة، اداء يشرف. المغرب ابو الكباتن بدأت بهدف عالمي، هدف من نص الملعب، أسامة طنان بيضرب قذيفة، هدف ممكن تقول عليه كده اجمل اهداف 2025. اما عن الاردن ابو الكباتن فما استسلمتش، الاردن بتعود بقوه وبروح وجرينتا، وعلي علوان يتعادل وبعدين ريمونتادا والنتيجه تبقى 2-1 لصالح الاردن. لكن هنا بيظهر اسم كبير وعريس الليله، لاعب اسمه حمد الله، وبيسجل هدف التعادل للمغرب في الدقيقه 88. مش بقول لك ابو الكباتن نهائي ناري علشان الماتش يروح للاشواط الاضافيه، والاردن ابو الكباتن بتسجل حته هدف رائع، ولكن للاسف بتلغى، وحمد الله عريس الليله بيقفلها وبيسجل الهدف الثالث، وتنتهي المباراه بنتيجه 3-2 لصالح منتخب المغرب البطل. الف مليون مبروك للاسود وهارد لك للنشامه.